السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا وسهلا بيكم في قناة يوميات دودي. عايزة اقول لكم ما شاء الله الصينية اللي قدامكم دي معمولة من بواقي التلاجة، يعني هتعملي احلى غدوة او عشوة زي ما تحبوا. من غير اي تكلفة خالص، ومش هتكلفك اي حاجة، حاجات بسيطة جدا واكيد موجودة في كل بيت. تابعوا معايا كده بإذن الله عشان تعرفوا احنا عملنا الصينية الحلوة دي ازاي. عايزه اقول لكم بقى، انا كان عندي بقيت فراخ بقى لها يومين، كنت سايباها في التلاجة محتاره اعمل بيها ايه. وطلعت كده قرنين فلفل، قرن احمر وقرن اخضر وبصلايه قطعتهم صغير. وقلت ايه بقى، هعملها شاورما. قلت بقى اعمل لهم شاورما واعمل لهم كده غدوه لذيذه وجميله. طبعا كلنا بيفيد مننا، كل واحد بياكل حتته كده ويفيد منها حاجات بسيطه. جمعتها كلها وقطعتها كده تقطيعه حلوه. اعملها بقى في صينيه جلاش كده جميله، باذن الله تعجبكم. الطريقه هتبقى خفيفه وحلوه وغير مكلفه خالص. انا دلوقتي حطيت معلقتين زيت كده في الطاسه، ونزلت بالبصله بتاعتي. هقلب فيها شويه بس لحد ما تدبل، مش عايزاها تحمر. كده بقى البصله بتاعتي دبلت خالص زي ما انتم شايفين كده. هضيف عليها بقى الفلفل. بصي، عايزه اقول لكم الاكله دي بقى اي حاجه موجوده عندك في الثلاجه اعمليها. مش شرط فراخ، ممكن لو عندك مفروم معصج، ممكن تحشيها جبنه، اي حشو. هدي الفلفل كده تقلبتين بس يدبل برضه هو كمان، وبعدين انزل بالفراخ بتاعتي. وهحط بقى التوابل، هي هحط فلفل اسمر وملح بس، مش هحط اي حاجه تاني. ما بحبش اضيع طعم الاكل بكثره التوابل. حطي معلقه فلفل اسمر صغيره مش كبيره. والملح بتاعك بقى يعني انت بتظبطيه الملح. هديها كده تقليبه، وبعدين هنزل بقى بالفراخ بتاعتي. شايفين بقى ما شاء الله كده نزلت بالفراخ بتاعتي، اديها تقلبتين كده بقى مع الفلفل والبصل كده في الطعم، تاخد الطعم منهم. وبعدين اقفل عليها. هي طبعا مستوية، يعني مش محتاجة ان انت تسيبها كتير على النار. دي الشاورما الاقتصادية حلوة جدا. كده خلاص هي بقت جاهزة معايا تماما. هقفل عليها النار بقى، انا سبتها شوية على النار يعني دقيقتين اتنين بس. تعالوا نشوف بقى نعمل ايه. انا معايا بقى لفة سمنة كبار، ومعايا بيضة وكوباية لبن. دي بقى التشريبة اللي هنسقي بها الجلاش بتاعنا. عايزه اقولك بقى، لو انتي عندك لفه جلاش بقالها كتير في الفريزر، في التلاجة، مهريه، هقولك على طريقه حلوه لها سريعه وجميله جدا. ومن غير بقى ما ندهن ورقه ورقه وناخد وقت وكده. دي هتخلصيها على طول في ثانيه، مش تاخد معاكي 5 دقايق. انا دلوقتي ضفت البيضه على اللبن، على معلقتين السمنه، وحطيت سنه فلفل اسمر، وهقلبهم كده تقليبه حلوه.
عشان هسقي بها الجلاش بتاعنا بقى عشان يطلع معانا مورق وحلو. وطبعا بتحط لها سنة ملح كده صغيرة. انا هقطع بقى لفة الجلاش بتاعتي دي كانت في التلاجة. وكانت فيها حاجات مهرية كده بسيط، قلت لا انا هقوم اعملها بقى على طول كده بطريقة سهلة وسريعة زي ما انتم شايفين كده. نقطعها التقطيعة الحلوة دي، مش هتاخد معانا وقت، مش هتاخد كمية سمنة كتيرة ولا لبن، وهتطلع معاكي مظبوطة وجميلة جدا. عايزة اقولك الاكلة دي اقتصادية وحلوة جدا ومش مكلفة. انتي لو عندك جبن ممكن تحشيها، ممكن جبنة رومي، ممكن جبنة قريش اللي هي العادية خالص، تحط عليها بقدونس وتحشيها اي حاجة يعني موجودة عندك اعملي بيها، مش هتقول لا او تطلع جميلة جدا. شايفة بتسهلي على نفسك كتير لما انتي بتقطعيها بالطريقة دي وتعمليها. عايزة اقولك ما خدتش معايا وقت خالص وكانت جاهزة. يعني حتى لو انتي مستعجلة ومش عندك وقت وكده تطلعها من الفريزر تقطعها على طول، مش تستني بقى لما تفك وتدهني ورقة ورقة وكده. عايزه اقولك بقى كده اللي انا ايه بعملها من بعض كده عشان ما يبقاش فيه ورقة ماسكة في التانية بعد ما قطعتها. وطبعا الشاورما بتاعتي جاهزة، وهجيب بقى الصينية بتاعتي كده وهدهنها دهنة سمنة او زيت. شايفين ما شاء الله شكل الجلاش عامل ازاي بعد ما قطعته. انا الصينية بتاعتي دهنتها دهنة سمنة كده، وهحط بقى اول طبقة كده من الجلاش بتاعنا. دي عايزة اقولك دي اكلة الانجاز او الطوارئ في ثانية، وفي نفس الوقت اقتصادية. نحط كده طبقة حلوة في الاول، وبعدين هنشربها بقى، نعملها بقى التشريبة الحلوة اللي احنا عاملينها دي. تشربيها كويس جدا عشان تطلع معاكي مورقة وحلوة. حطيت بس بعد ما شربتها كام ورقة بسيطة خالص من الجلاش، عشان لما انزل بالشاورما بتاعتي ما تبقاش على يعني على التشريب على طول على اللبن والبيض وكده، لا تبقى ايه متدارية شوية. هوزعها بقى في الصينية واحط بقية الكمية برضو. هضيف بقى بقية الكمية بتاعت الجلاش برضو، توزعها في الصينية كويس قوي عشان ما يبقاش في ناحية فيها والناحية التانية لا، او مكان اكبر من مكان. تعمليها بايدك كده عشان ما تبقاش فيها هايشة ولا حاجة، بتطبطبي عليها كده بايدك وهتنزلي بقى بقية الكمية. انتي كنتي ممكن تكتفي بقى بقية لما انتي حطيتي بقية اللبن والبيض وكده وما تحطيش الجبن، بس انا حبيت احطها بتديها طعم ولون حلو جدا. بس لو الجبن مش موجودة عندك مفيش اي مشكلة خالص. انا حبيتها كده احطها على الوش بتخليها حلوة يعني، بس ده اختياري يعني مش هتأثر على الاكلة في اي حاجة لو مش موجودة عندك.
طبعا بقى انا مسخنه الفرن بتاعي، هدخلها على فرن ساخن جدا. ودي ما شاء الله بعد ما خرجت من الفرن شايفين، انا غطيتها شويه وبعد كده بقى هقدمها. عايزه اقول لكم بجد بجد والله العظيم طعمها وهم، تاخدوش بالكم من الحته دي. عايزه اقول لكم بجد والله طعمها حلو جدا وجميله ومظبوطه وطريه، وبص ما فيهاش غلطه بصراحه ما شاء الله، وما خدتش معانا وقت. اهم حاجه ما وقفتيش في المطبخ كتير. انا ما لحقتش اسيبها تبرد قوي، قطعتها لكم وهي سخنه عشان اوريها لكم، ما شاء الله كانت جميله. شايفين ما شاء الله اللون والشكل. اتمنى بقى لو الفيديو بتاعي عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتسيبولي تعليق حلو. دمتم سالمين.